ويا مساء الفل والورد والياسمين، يا مساء السعادة والهنا، يا مساء الرضا على أحلى اخوات في الدنيا. يا رب يجعل أيامكم كلها رضا وجبر خواطر، يا رب يطيب قلوبكم بكل حاجة حلوة تتمنوها. يا رب يجعل لكم من سعادة الدنيا والآخرة نصيب. ويا رب يكفيني ويكفيكم شر فواجع الأقدار، ولا يوجع لنا قلب أبدا، ولا يخضنا ولا يفجعنا أبدا على أي حد غالي على قلوبنا. اللهم آمين يا رب العالمين. يوم جديد يعني فرصة جديدة. يوم جديد يعني فرصة جديدة تحسني فيها من علاقتك بربنا، من علاقتك مع جوزك، مع أولادك. لازم تقفي مع نفسك كده وتكلميها: يا ترى انا مبسوطه بحياتي؟ طيب انا ممكن ابقى في مكان احلى واحسن من كده؟ طيب انا لو سعيت شويه وفكرت شويه وحاولت اطور من نفسي شويه، الوضع هيبقى زي ما هو ولا الوضع هيبقى احسن وافضل بكتير قوي قوي؟ حاجات كتير قوي بتبقى محتاجه مننا بس قرار. يلا ناخد مع بعض القرار، بس بعد ما نعمل مع بعض حبه قرص قراقيش، خليه نحل، اي حاجه. العجينه دي تنفع معاكي كل حاجه. طيب جبتها، هتعجني بايه وهنعمل ايه؟ هنعمل خلية نحل بنص كيلو دقيق. كمية حلوة محترمة، هتطلع معاكي صينية حلوة تنفعك في فطار، تنفعك في عشاء. هتظبطي بيها الدنيا كده، ونعمة وفضل واللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. نص كيلو دقيق، عليه علبة زبادي، عليه معلقة من الخميرة، عليه ربع معلقة، ربع كوباية من الزيت، وتقريبا ربع كوباية من الزبدة. لو ما فيش زبدة خلاص حطي نص كوباية زيت وخلاص. 3 معالق من السكر، رشة من الملح. وهبدأ أعجن. ممكن الزبادي تستغني عنها وتحطي مية عادي جدا. ممكن تستغني عن الزبادي وتحطي بدلها لبن. ممكن تعجني أول عن آخر بلبن رايب أو لبن عادي، زي ما تحبي، على حسب طبعا إمكانياتك وعلى حسب ظروفك. أنا كذا مرة أعملها بمية بس من غير زبادي ولا لبن ولا أي حاجة، وبتبقى في منتهى الجمال بصراحة. الزبدة بتطريها شوية، لو موجودة عندك تمام مفيش مشكلة، مش موجودة خلاص استغني عنها، والعجينة برضو هتطلع معاكي ناجحة وفي منتهى الجمال. العجينه دي تمشي معاكي بيتزا، تمشي معاكي قرص، تمشي معاكي قراقيش، تمشي معاكي منين صغير كده، تمشي معاكي كل حاجه. عجنت العجينه زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. ومن حلاوه العجينه وجمالها، بعد ما عجنت نص كيلو الدقيق الاولاني وركنته، رحت عاجنه نص كيلو تاني. والله زي ما بقول لكم كده، حسيت ان العجينه حلوه، ريحتها الله اكبر جميله. وقلت عجلني نص كيلو دقيق بالمره كمان، بحيث ان ايه، هعمل بالمره، عامله مره واحده يعني. مع ان النيه كانت نص كيلو واحد، بس هو اما ربنا بيريد بقى. زي ما انتم شايفين، بصوا العجينه بعد ما اختمرت زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك يا رب. طالعه الله اكبر تحفه يا بنات. العجينه كده تاكل نيه كده من جمالها وريحتها، مفيش احلى من كده. هنقطع كده العجينه. انا قطعتها كور، كانت كبيره سيكه شويه، كان قد اليوستفنديه كده. انت ممكن تقطعيها كور صغيره خالص، قد الليمونه كده، هتديكي شكل احلى والطف واجمل لخليه النحل بكتير قوي من الكور الكبيره اللي انا قطعتها دي. جربي قطعيها صغير ورص كده الكور، تديكي شكل خليه النحل كده، وهيبقى شكلها حلو قوي. الحشو اختياري زي ما تحبي، حابه تحشي قرفه بسكر زي الفل، حابه تحشي شوكولاته زي الفل، حابه تحشي جبنه 100 فل وعشرة، حابه تسيبيها ساده خالص وتحطي عليها على الوش سمسم وحبه البركه 100 فل وعشرة. اهي من نص كيلو دي بس هنعمل وجبه غدا، هنعمل قصدي وجبه عشاء. جنب كوبايه شاي بلبن، اعمليها للفطار الصبح جنب كوبايه شاي ساده، جنب كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، اي حاجه. ومشي الدنيا كده بايه، بالامكانيات اللي موجوده في بيتك. طيب عجنت العجينه، سبتها خمرت اول مره. تاني مره رحت مقرصاها زي ما انتم شايفين، وغطيتها بالكيس كده، وسبتها على جنب في حدود 10 دقايق. التخميره الثالثه لما حشيتها بالجبنه وحطيتها كده في الصينيه، وبرده سبتها خمرت 10 دقايق. الحاجه لما تخمر زياده عن حقها يا بنات ما بتبقاش طالعه حلوه خالص. انا لما بقول وصفه بنبهك وبقول لك خلي بالك من كذا. يعني اديني قلت اهو تتخمر 3 مرات، كل مره في حدود 10 دقايق. ما تجيش حضرتك تعمليها من اول مره تقطعيها وتكوني مستعجله عليها وتيجي تقولي الوصفه باظت مني يا لولو. خليكي مركزه اكتر. اسمعي الفيديو مره واتنين، ركزي في التكات. شوفي الطريقه عامله ازاي. انا بقول اللي انا عملته، ولا بداري حاجه ولا بعمل حاجه من ورا الكاميرا ولا اي حاجه خالص. فلو في غلطه اكيد هتبقى منك انت، بس ركزي كويس المره الجايه ان شاء الله بامر الله مفيش حاجه تقع منك، وكل حاجه تبقى طالعه منك زي الفل. بتقولي كده ليه يا لولو؟ علشان جالي كومنت، انا كنت عامله معاكم الصابون وقلت في الفيديو والله العظيم وربنا يشهد عليا، ما تحطيش الصابون في الصينيه مباشره عشان الصينيه هتبوظ. حطي كيس، وكيس يكون تقيل، وحطي يعني كيس طبقتين يكونوا على بعض، بحيث تبقي متاكده ان الصابون مش هيوصل للصينيه باي طريقه. ووريتكم الصينيه بعد ما عملت، ووريتكم الصينيه بتلمع وبتبرق ازاي، ولا كان فيها اي حاجه خالص. فواحده والله زعلتني وضايقتني، قالت لي انا عملت الصابون فضيته في الصينيه والصينيه باظت. قلت لها وربنا انا ما قلت كده، انا ما قلتش كده. انا منبهه وقايله كذا مره الصابون حطي كيس واتنين، يا اما تعمليه في علبه رنجه اللي هي العلب اللي بتبقى الخشب دي.
بس كده. لكن دي غلطتك انت بقى، مش غلطتي انا. بس معلش برضو عشان زعلتيني يعني، بس ما تزعليش بقى على الصينيه فداكي. بس يبقى خلي بالك المرات الجايه. طيب صليتي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايك يا بنات ارجوكم، رجاء من اختكم بالله عليكم، يعني رجاء اخر نداء لطياره الدوحه، بالله عليكم ما تنسوا تحطوا لاختكم اللايك يا امارات، علشان بتدعميني وبتشجعيني وبتحفزيني وبتزقيني كده ان انا اكمل معاكي كل يوم باللايك اللي انت بتحطيه لي. ولو لسه ما اشتركتيش شرفيني ونوريني، وجودك معايا تاج على راسي كده. واضغطي على زر الاشتراك، فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك من اختك كل جديد بتنزله. هندهن الوش بايه يا لولو؟ هندهن الوش بلبن بس، ولا صفار بيض ولا اي حاجه خالص. دهنت الوش يعني معلقتين كده من اللبن بالفرشه، بقى زي العسل. العجينه طالعه معايا اللهم بارك، مفيش احلى من كده. والله العظيم كان نفسي احط على الوش حبه البركه وسمسم، بس قعدت الف على العلبه اللي كان فيها حبه البركه والسمسم ساعتين ما لقيتهاش. وبعد كده قلت لا خلاص، هم نصيبهم يتعملوا كده. تخلي بالك قوي في التسويه، لان الفرن بتبقى حاميه. يعني انا بصوا اول صينيه بسم الله ما شاء الله طالعه معايا زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. العجينه هشه ومستويه جدا. النار كانت مظبوطه، لا عاليه قوي حرقتها ولا بارده قوي خلت العجينه مش مستويه. حاجه كده في منتهى الجمال. ادي كل حاجه حقها تاخدي منها احلى نتيجه في الدنيا. دي اول صينيه. الصينيه التانية يا دوبك بس ما كانتش احمرت قوي، فقلت هستناها ثانيتين بس، اتنين بس، على بال ما وديت لابني بس يشرب، ورجعت لقيت الوش بتاعها احمر بزياده، بس مش مشكله عادي شغال. الحركه دي اختياري، ممكن تدهني الوش بعسل او شربات يكون عندك. انا كان عندي الشربات ده من رمضان، اخدت كده رشتين كده على وش الصينيه، بيدوها التسكيره الحلوه الخفيفه دي، مع طعم الجبنه بيبقى مدي طعم حلو، ميكس حلو قوي كده. لو انت حابه تستغني عن العسل وخايفه ان هو يديك طعم مش حلو، عادي استغني عنه تماما عادي، مفيش مشكله. دهنت دهنه كده رشه بسيطه جدا كده من العسل على الوش، وبألف هنا وشفا يا رب. طيب انا عايزه اكون، نفسي وامنيه حياتي، امنيه حياتي بحلم كده ان انا اكون ام هاديه وام رايقه كده في نفسها، تكون اعصابي هاديه، ما اكونش بزعق، ما اكونش بصوت، ما اكونش طول النهار عماله ناهد وناكف مع العيال. ويجوا يا حبايب قلبي يناموا بالليل ببقى عايزه اصحيهم واحضنهم كده من كتر ما انا زعقت معاهم، ومن كتر ما انا بيبقوا صعبانين عليا بالليل. في عز ما انا عندي طبيخ وعندي غسيل وعندي مكوى وعندي عيال عايزه مذاكره، وعندي اهتمامات كتير جدا. عندي اهتمامات لازم اهتم ببيتي واهتم بجوزي واهتم بشغلي واهتم بكل الحاجات دي. في عز كل ده انا مصره، او عندي امل ان انا اكون ست رايقه واكون هاديه في نفسي كده. طيب اول حاجه عشان تكوني هاديه وراضيه كده، هاديه ورايقه كده ومن جواكي من الستات اللي هي ايه، مش مش كل حاجه بيبقى فيها الهدوء مطلوب يا بنات. على فكره في حاجات تبقي هاديه فيها، الهدوء ده بيبقى قمه الحاجات الحلوه اللي في الدنيا. يعني الهدوء وقت الغضب احلى حاجه في الدنيا. الهدوء وقت ما حد يكون بيزعق قصادك، او وقت ما يكون جوزك متنرفز، احلى حاجه في الدنيا. الهدوء في تنظيف بيتك وفي ترويق بيتك مش افضل حاجه في الدنيا خالص. في مواقف مطلوب فيها الهدوء والروقان، وفي مواقف تانية مش مطلوب فيها. الهدوء مطلوب وقت ما تلاقي عيالك بيتخانقوا بينكشوا مع بعض، اعتبري نفسك ان انت مش من هنا خالص. دول مش عيالي، مش عيال، انا ما بخلفش اصلا، دول عيال حد تاني. يا اما قادره ان انت تهدي ما بينهم تمام، مش قادره سيبيهم هم يتخانقوا وينكشوا مع بعض، وخمس دقايق هيتصالحوا يبقوا زي العسل والسكر. منا سبتيهم مع نفسهم، منا انت ريحت نفسك من وصله زعيق وانتحار كده وسويت مع العيال من غير وجه حق، يعني عادي اطفال بيلعبوا، سيبيهم عادي براحتهم خالص. المهم انت تبقي عارفه كل حاجه امتى تتعمل، امتى ازعق، امتى اسكت، امتى اقوم اشوف اللي ورايا، ايه المواقف اللي تستدعي ان انا يكون دمي فيها حامي، والمواقف التانية اللي تستدعي ان الدنيا تكون رايقه معايا. كل الحاجات دي علشان تبقي فيها توب التوب، وعشان تبقي فيها ممتازه ومميزه، لازم تعدي على كم فلتر كده، تفلتري نفسك بيهم. في وسط المهام الكتير والحاجات الكتير اللي في حياتك اللي انت ممكن تكوني مش راضيه عنها، الحاجات دي صدقيني في ناس كتير جدا تتمنى ربعها، تتمنى نصها. فيها حياتك فيها نعم كتير قوي قوي حلوه، ناس كتير قوي بتتمناها. لازم احافظ على النعمه اللي انا ممكن ابقى غفلانه عنها او مش واخده بالي منها. استعين دايما بالله في كل حاجه في حياتي. يا رب يا معين اعني، يا رب اعني ان انا ابقى زوجه صالحه، يا رب اعني ان انا ابقى ام كويسه، يا رب عني ان انا ابقى قريبه منك، عني على صلاتي، وعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب عني ان انا اقرا القران، يا رب عني ان انا اعمل نفسي ورد يوم، يا رب عني على مصالح بيتي وعلى حالي. يا رب انا بلجأ لك يا رب، بلجأ لك يا رب، بقول يا معين اعني. هتلاقي ربنا والله كتر الاستغفار وكتر الاستعانه بالله وكتر ترديدك الصلاه على النبي، الاستغفار بيفتح لك ابواب الجنه ونعيمها. الجنه في الدنيا غير الجنه التانية اللي في الاخره دي. يعني هتعيشي مرتاحه، نفسيتك مرتاحه، مهما كانت ظروفك مش مظبوطه قوي،
قلبك هيتملي رضا كده ببركه الاستغفار والصلاه على النبي اللي انت بتصليها. فقربي ربنا من الاستغفار والحوقله ولا اله الا الله محمد رسول الله. الحاجات دي هتفرق جدا في حياتك مع مرور الوقت والاستمراريه فيها، هتلاقي نفسك مرتاحه نفسيا فوق ما تتخيل. هنعمل غدا ايه؟ هنعمل حمرت بطاطس، اللهم صل على النبي. كده غدانا النهارده خفيف ورظيف وظريف كده وما فيهوش تكاليف ولا اي حاجه. وحمرت مكرونه محمره. انا كان ممكن اعمل عدس في اليوم ده، كان ممكن اعمل بصاره، بس للاسف الحاجه اللي انا عارفه اولادي مش هيحبوها، مش هياكلوها، بستبعدها خالص عن كل حساباتي. الحاجه دي مش هياكلوها او هاكلها، او نفر واحد مثلا في البيت هياكلها والباقيين مش هياكلوها، لا ابعدي عنها خالص ودوري على حاجه تبقى الكل ياكل منها. حمرت البطاطس، حطيتها على عين البوتاجاز، وحطيت حله فيها شويه زيت وشويه سمنه، ونزلت فيها بالمكرونه. ما تكتريش كميه المكرونه عشان الاكل ما يقعدش عندك ويترمى. حطيت المكرونه، اديتها تشويحه حلوه كده بمعلقه ملح عشان تبقى المكرونه كلها نفس اللون. نزلت على المكرونه بمعلقه من الملح. تمام. بعد معلقه الملح حطي معلقه من الثوم، تكون المكرونه دخلت في التحمير كده. حطي معلقه من الثوم، زودي صلصه فريش، طماطم فريش، زودي صلصه تكون مفرزاها. المهم يكون عندك كوبايه من الصلصه، ضيفيها على المكرونه وقلبي. زودي ملحك وبهاراتك وتوابلك. انا كان عندي شوربه طلعتها سخنتها وصفيتها وزودت بيها المكرونه. وده كده كان غدانا النهارده. اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، زي العسل والسكر كده. تعالي بقى اقول لك ان انت لازم تتجرأي او يكون عندك فكره التغيير. انا عايزه ابقى جريئه، عايزه اتغير، عايزه اجدد من نفسي، عايزه يكون عندي افكار وحاجات كده تغير مني للافضل. اول حاجه قربك من ربنا، هو ده اللي هيعمر بيتك، واللي هيعمر حياتك، واللي هينور قلبك، واللي هيصلح حال ولادك، واللي هيهديلك جوزك. الحاجات الحلوه اللي في الدنيا كلها لو عايزاها تحصل في بيتك وعايزه ربنا يجعل لك منها نصيب، قربك من ربنا. الصلاه، الاستغفار، صلاتك على النبي، انت تبقي في حالك، ما تجيبيش في سيره حد. اعملي لنفسك ورد يومي، ما تستهونيش ابدا باذكار الصباح والمساء. يا سلام لو ربنا اعانك وقواكي كده وقدرت تصلي ركعتين الضحى كده. يا سلام بقى لو ربنا اعانك وقواكي وكنت من جواكي نفسك توصلي للحته الحلوه دي، ركعتين بس قيام الليل بالليل تدعي فيهم وكلمي ربنا بقى. انت بتقعدي تكلمي ربنا، تقعدي تكلمي صاحبتك بالساعات، ما بتزهقيش، ما بتمليش. جربي كده ان انت تقعدي تكلمي ربنا كده وتحكي له على كل اللي في قلبك. يا ربي انت غني عن السؤال، يا رب انت غني عن كل حاجه ان انا اقدر اقولها لك. انت علمان بيا، بس انا هقول لك وهكلمك. يا رب، يا رب اجبرني، يا رب راضيني، يا رب وفقني. ادعي لربنا كده وزني وخليكي ملحه جدا في الدعاء، وما تزهقيش من الدعاء ابدا. هتلاقي ربنا مرضيك وجابرك في ولادك، ميسر لك امورك، مسهل لك حالك. كل حاجه حلوه في الدنيا نفسك تحصل في حياتك بقربك من ربنا هتحصل بامر الله. طيب عملتي ايه؟ عملتي ايه؟ اتغدينا. تمام. بعد ما اتغدينا على طول قلت اقوم اغسل حبه المواعين، علشان يعني عايزه اعمل اي حاجه، مش عايزه افضل قاعده فاضيه. هقعد فاضيه همسك التليفون هلاقي نفسي دخلت على حاجات ملهاش لازمه. اول حاجه مش بتفيدني، تاني حاجه بتسحب من وقتي، بتسحب من نتي، بتسحب من يومي، بتسحب من مجهودي ومن طاقتي، بتسحب من تفكيري. خلي بالك كتر قعدتك على التليفون بيجيب لك صداع. كتر قعدتك في التليفون هيخليكي تتعلمي تبقي مهمله في بيتك. اقعدي على التليفون في حاله واحده بس، ان انا شطبت بيتي، شطبت مواعيني، اتغدينا، غسلت المواعين، شطبت الدنيا، روقت الدنيا، كله عندي تمام. ادي نفسك ان شاء الله نص ساعه. انا عارفه ان الساعه دي هتجر ساعه واتنين، بس اعملي لنفسك تايمر كده بالظبط وقت. انا هقعد بالظبط نص ساعه يا ستي ساعه على التليفون. غيري فيها مودك، ادخلي على حاجه تحبيها، اتفرجي على حاجه بتحبيها، متابعه حد كويس بتستفادي منه. الحاجات دي دي اللي ينفع حلال فيها النت وحلال فيها الفلوس اللي انت تشوفيها. لكن ادخل اقعد اتفرج على حاجات بتسحب من وقتي وتسحب من يومي وبتخرب لي اليوم والدنيا معايا مش بتكون مظبوطه خالص، لا بلاش. استبعدي الحاجات دي كلها. ولو وصلت ان انت تمسحي المواقع دي اصلا، يعني انا عندي والله العظيم يا بنات التيك توك ده ممسوح من على تليفونات العيال كلها. التيك توك تليفوني معلوش تيك توك نهائي نهائي خالص، ولا اي تليفون في البيت الا تليفون جوزي بس هو ده اللي عليه تيك توك. بيسحب من الوقت، بتلاقي حاجات كده نازله لك غريبه كده، وبصي مجرد بس ما تتفرجي على الفيديو ثانيه واحده تلاقي الفيديو خلاص انت بقى مقترح بالنسبه لك، الفيديو بقى مرغوب فيه بالنسبه لك، فتلاقي جاي لك فيديوهات زيه واسخن منه وممكن احلى ممكن اوحش على حسب الفئه او الحاجه اللي انت بتتفرجي عليها. فاستبعدي التيك توك خالص من التليفون. انا شايفه التيك توك ده اسوأ برنامج او اسوأ تطبيق نزل على التليفون يعني من ساعه ما مسكت تليفونات. مش مرغوب فيه خالص، مش حلو خالص. الكبير والصغير ماسك عمال بيقلب، لا انت عارفه ابنك بيتفرج على ايه، لا انت عارفه بنتك بتتفرج على ايه، لا انت عارفه حتى الحاجات دي مفيده ولا ضاره، الحاجات دي كويسه ولا لا. انا ابني ماسك التليفون وبيتفرج على حاجات، فانا شايفاه عادي فيديوهات تهريج، لعب، استهبال، بس انا بعد ما بقوم ما اعرفش هو بيتفرج على ايه.
عيالك الصغيرين لازم تنتبهي قوي قوي قوي. سايبه لهم التليفون، تعالي بالليل امسكي التليفون فريه كده، عايزاكي تفصصي التليفون، شوفي ابنك كان بيتكلم في ايه. حتى لو معاكي بنت، شوفي بنتك كانت بتبحثت عن ايه، دورت عن ايه. شوفي بنتك كانت بتكلم صاحبتها تقول لها ايه. اتفرجي على الحاجات دي، ابحثي ودوري بحيث انت تبقي ايه، انا مرتاحه، ما تتفاجئيش بحاجات. طيب انا شفت محادثه ما بين بنتي وبين صاحبتها، مش عايزه افرض نفسي عليها، او هيجي حاجه ما حباش تقولها لي، حاولي تجيبي لها الموضوع من بعيد قوي قوي. شفتي فلانه ده عملت كذا، شفتي فلانه حصل منها كذا، طب انت ايه رايك في الموضوع؟ هتلاقيها بصي هي واحده واحده اتجاوبت معاكي، وبدات تحكي معاكي، وبدات تتكلم معاكي على صاحبتها، على زميلتها في المدرسه، على حاجه حصلت في الدرس. الكلام بيكسر الحاجز اللي بيننا وبين عيالنا. الحضن والاحتواء والكلام الحلو والكلام الحنين والطبطبه بتكسر حاجات كتير قوي قوي. جبال ممكن تبقى بيننا ما بين عيالنا، احنا مش عايزين الجبال دي خالص. احنا عايزين يبقى حضن دافي، ابقى عارفه ابني وبنتي دماغهم فيها ايه، ابقى سايباهم في اي حته مطمنه عليهم وخايفه عليهم، لان مطمنه وفي نفس الوقت خايفه. بس مطمنه بايه؟ مطمنه بتربيتي، انا مربيه صح. خايفه من اللي حواليهم، لان انا ما اعرفش تربيه اللي حواليهم عامله ازاي. فيا رب استعوضتك ولادي يا رب، هم كل حاجه حلوه ليا في الدنيا، احفظهم بحفظك ورعاهم برعايتك يا رب، ما توجعني ولا تخضني ولا تسويني فيهم ابدا، اللهم امين يا رب العالمين. فزي ما بقول لك كده، تعالي بقى على في الاجازه من اول خلاص، هم الجداول العمل اللي نزل بقى، كل سنه وانتم طيبين. امسكي الحاجات دي كلها، اي مواقع تلاقي عليها بس كلمه واحده في البحث مش عاجباكي، امسحي، ازاله حالا، والمواقع دي ما تنزلش. التليجرام برضو، الانستجرام، الحاجات دي كلها فيها حاجات مش كويسه، فما تنزلش البرامج وتسيبيه كده عيالك مع نفسهم، ما انتش واخده بالك من حاجه، ما انتش بتتفرجي على حاجه، ما انتش بتراجعي حتى وراهم. يعني تابعي نفسك وراجعي. هو انت عايزه تبقى الجنه تحت رجليكي كده من الهوا، من غير ما تتعبي ولا تتعبي نفسك، ولا تفكري ازاي تطوري من نفسك، ولا تفكري ازاي تاخدي خطوه لقدام؟ هي كل حاجه صعبه مبدئيا كده. التربيه اللي احنا فيها، التربيه والزمن اللي احنا فيه والجو والاوضاع اللي حواليكي بتصعب عليكي جدا تربيتك لعيالك، بتصعب عليكي فوق ما تتخيلي، بتخلي الموضوع صعب قوي قوي قوي. بس الشاطره اللي بتحاول تطور من نفسها وتسمع من هنا وتسمع من هنا، تاخد معلومه من هنا تطبقها. اسال، مش عيب السؤال، العيب انت تبقى قاعده مش فاهمه حاجه. مش عيب ابدا ان انت تسالي وتطوري من نفسك ودايما تثبتي للي قدامك، او تثبتي لنفسك على الاقل ان انا ناجحه. لا، انا راضيه يا رب عن وضعي، انا راضيه يا رب عن يومي، انا راضيه يا رب عن حياتي، انا راضيه عن اللي انا وصلت له، راضيه عن معاملتي مع اولادي، راضيه عن معاملتي لبنتي، راضيه عن كل حاجه في حياتي يا رب. طول ما انت راضيه كده هتلاقي ربنا مرضيكي وجابر خاطرك والله. فضيت كده العلب بتاعت التوابل. العلب دي اتسالت عليها، دي علب اكريليك يا بنات، مش ازاز ومش بلاستيك، علب اكريليك حلوه قوي قوي. الطقم كنت جايباه في العيد اللي فات تقريبا، كان 9 قطع، كان عامل 240 جنيه، في منتهى الجمال وحلال في الفلوس حرفيا بمعنى الكلمه. كان فيه طقم على بعضه، وكان فيه علب بالواحده. العلب الواحد اللي بالواحده كانت الصغيره خالص عامله تقريبا 20 جنيه، والاكبر منها مباشره كانت عامله مش فاكره والله كانت عامله قد ايه، يمكن 22 ونص حاجه زي كده. بس انا فضلت ان اجيب الطقم على بعضه، حسيت ان هو اوفر بصراحه. الغلاي والناس اللي سالت عليه، بصوا انا بغسله زي ما انتم شايفين كده يا بنات. والله انا عندي المطبخ بتاعي ضيق، عشان ناس كتير قالت لي في الكومنتات الخشب ما بيتغسلش، الغلاي ما بيتغسلش، مش عارفه ايه ما بيتغسلش. انا عندي مطبخ صغير ربنا يوسعها عليا وعليكم، وعندي الشفاط مش شغال، وعندي الشباك اللي ورا البوتاجاز مباشره ما بفتحوش اغلب الوقت، لان بيبقى صوتي ما شاء الله في المنور مسمع، وانا اغلب وقفتي في المطبخ، في اي كلام بحس ان انا بتكلمه، بحس ان انا بتكلم في شقق الجيران، ما بحسش ان انا بتكلم في شقتي. فدايما اغلبيه الوقت ببقى مراعيه ان انا ابقى قافله الشباك، الا لو بطبخ مثلا والعيال بره والعيال نايمين، في الحالات دي ممكن افتح الشباك، ابقى عارفه ان انا هفرمل كده واعمل ستوب كده لبقي ما ازعقش في المطبخ في الحاله دي، او بفتح الشباك. لكن غير كده اغلب الوقت ببقى قافله الشباك عشان صوت زي ما قلت لكم. فبالتالي طالما انا قافله الشباك ومفيش شفاط، الدهون دي كلها اللي انا بعملها، بطبخ بحمر، بعمل طشه ملوخيه، بحمر فراخ، بحمر، مشغله الفرن، الحاجات دي كلها الزيوت بتاعتها هتروح فين غير ان هي هتتلزق على الحيطان بتاعه المطبخ، هتتلزق على الخشب بتاع المطبخ، هتتلزق على الغلاية، على الكوبايات، على الاطباق. فانا بحب حته ان انا اغسل ورغي كده على الحاجه وامسح، انا كده الحاجه حاسه ان هي نظيفه ما فيهاش زيوت ولا دهون ولا اي حاجه. طبعا ده رايي انا، انت رايك يحترم. يعني لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. لو ما كانش انت عندك راي وانا عندي راي، كنت الدنيا كلها مشت على نمط واحد او نظام واحد، وما كانش النظام ده هيعجب الكل الصراحه.
فكل واحد وليه دماغ. انا شايفه ان انا حاجتي كده نظيفه بحبه الصابون والرغاوي اللي انا برغيها دي، والحمد لله رب العالمين. ولا المطبخ سوس، ولا المطبخ عمل حشرات، اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب، ولا الغلايه باظ من الغسيل. فربنا دايما بيسترها، رب دايما تسترها معايا ومعاكم، اللهم امين يا رب العالمين. فحته الغسيل دي لا بتساعدني ان الحاجه تبقى نظيفه ومحافظه عليها. يعني متجوزه بقى لي سنين، اللهم بارك يا رب العمر الطويل ليا ولجوزي يا رب، وليكم انتوا كمان، ويهدي سركم في بيوتكم يا رب. الحمد لله من اول جوازي وانا متبعه الموضوع ده، يعني لا راضيه تمام الرضا عن وضعي وعن حالي وعن كل حاجه، اللهم لك الحمد ليك يا رب. طلعت كده، كان عندي دوره في المطبخ زي ما انتم شايفين كده، كانت متكركبه ومتدربكه، اديتها كده تلميع على السريع، بدات ارتب ترتيبه كده على السريع. البوتاجاز اتغسل، الحوض اتغسل واتدعك، الدنيا عندي تمام. طب اختي كانت بتسال سؤال، انا متجوزه ومعايا بنتين اصغرهم 5 سنين، وشغاله مع جوزي واقفه معاه في المحل، وهو عمال يزن عليا ان انا اخلف تاني، مع العلم ان احنا متفاهمين جدا وهو بيحبني جدا، بس انا خايفه من المسؤوليه. طالما بيحبك وبيساعدك وبيدعمك وبيقف معاكي وهيشيل معاكي الليله من الاخر، هاتي بيبي تاني. لو هو نفسه ومصر، فمعنى ان هو يبقى مصر، لو ما جبتيش السنه دي يبقى هتجيبي السنه الجايه. فبنتك 5 سنين حلوه قوي قوي السن ده، حاولي ما تبعديش في الفرق اكتر من كده، لان انا كان بيني بنتي الكبيره بين بنتي الصغيره 10 سنين ونص. فحرفيا بمعنى الكلمه مش بخضك والله ابدا، اتعذبت جدا جدا في الحمل، اتعذبت جدا جدا في الولاده، ولدت الولادتين الطبيعي والقيصري في نفس الوقت. اتمررت الصراحه، فمش عايزاكي توصلي للمرحله دي خالص. نفسك تجيبي خلاص جيبي دلوقتي. وساعتها من كتر التعب الدكتور قال لي ان التعب الجامد اللي حصل لي اثناء الحمل ده، لان فتره الحمل ما بين بنتي الكبيره وبنتي الصغيره فتره طويله جدا. فلا الموضوع كان صعب الصراحه. هتجيبي والنيه موجوده وجوزك مصر، خلاص استعيني بالله وتوكلي على الله. لو بتاخدي اي وسيله وقفيها، وربنا يرضيكي يا رب ويرزقك بما تتمني، اللهم امين يا رب العالمين. نونتي بتسلم عليك وتقول لك ازيك يا صاحبتي، سلمي على صاحبتك، سلمي على صاحبتك، صاحبتك حلوه. الفيديو هيخلص، ولو خلص وقلتي لي ما كلمتش صاحبتي ليه، ماليش دعوه. كلمت صاحبتي. كلمتي صاحبتك؟ طب اديها بوسه، قولي لها عامله ايه صاحبتي. عامل ايه؟ لا ابك قوي. عامل ايه يا عمي؟ امتى بقى يا عمي؟ امتى؟ ماما جبت الصوص. هاي عليك احسن. نونو ايوه، نونو ايوه، طب نونو خلاص ايوه. بس شكرا. بتسلم عليكم، حطوا لايك للفيديو، السلام عليكم.